مفيش شك ان سنة 2023 هي من اجمل السنين السينمائية في العالم كله. في كمية افلام عظيمة جدا اتعرضت، واقدر اقول لك ان دي من اكتر السنين اللي اغلبنا شاف فيها افلام كتيرة جدا، زي سنة 2019 كده مثلا. والعرب اكيد كان ليهم دور كبير جدا في السنة دي سينمائيا. وهعرض عليكم افضل افلام عربية شفتها في 2023 ويستاهلوا جايزة الاوسكار وبكل جدارة. الفيلم الاول وهو من نصيب السعودية، وهو فيلم ناقة. ودي حاجة قد تكون غريبة شوية للبعض، لأن السعودية في العادي بلد فقيرة فنيا، ودور العرض فتحت فيها من 6 سنين بس، لكنها في الفترة الأخيرة بتطور من نفسها من الجانب السينمائي وبتدي فرص للشباب كويسة جدا. واخد بالك أنت؟ الشباب الناس دي مدركة كويس قوي إن هم دول المستقبل في كل الصناعات. الفيلم من إخراج وتأليف مشعل الجاسر اللي من تلفاز 11، ولو ما تعرفهمش فدول شلة شباب من 2010 وهم متواجدين على اليوتيوب بيعملوا سكتشات وأفلام قصيرة بتعبر عنهم ولذيذة جدا جدا الحقيقة. واخد بالك أنت من التطور؟ وكمان مش بس ده الفيلم السعودي الوحيد اللي اتعرض السنة اللي فاتت، لا السعودية كان عندها حوالي 9 أفلام اتعرضت سنة 2023. عندك مثلا هجان للمخرج أبو بكر شوقي اللي عمل هنا فيلم من أعظم الأفلام اللي شفتها في حياتي، وهو فيلم يوم الدين. وعندك برضو فيلم مندوب الليل وستار والهامور حاه عين وحوجن وعبد وأغنية الغراب وأفلام تانية، بس أنا اخترت ناقة علشان هو عجبني جدا جدا، وخصوصا كمان إن الأفلام دي للأسف لسه ما توفرتش أونلاين. قصة الفيلم بتتمحور حوالين سارة، البنت اللي بتهرب ليوم واحد من قيود والديها وتخرج خلسة في موعد غرامي مع صاحبها اللي بيكون وعدها بسهرة في مخيم في وسط الصحراء، وبتواجه هناك مفاجآت كتير جدا في الرحلة المجنونة دي. الاسلوب الاخراجي في الفيلم مختلف ومتميز وجديد جدا، ومشعل الجاسر عنده رؤية فنية وياريت يطورها اكتر السنين اللي جاية. والفيلم التاني هيكون من نصيب الأردن، وهو فيلم إن شاء الله ولد. قصة الفيلم هي عن نوال، وهي زوجة شابة وأم الطفلة، لكنها هتفقد زوجها في الدقايق الأولى من الفيلم، وهتتعرض مباشرة للملاحقة من عيلة زوجها لمقاسمتها في الميراث الشرعي، على اعتبار طبعا إن اللي اتولدت دي أنثى مش ذكر علشان يورثه، مما يعني إنها هتضطر تخرج من بيتها وتشوف شغل ومكان تسكن فيه، أو تتنقل لبيت أخوها بانتظار حصولها على الستر. الفيلم فيه أسلوب إخراج مميز جدا، وبيحكي لك القصة عن طريق الكاميرا بكل بساطة وبكل سلاسة، والسيناريو كمان عظيم وثري جدا الحقيقة. أنا بقول منبيع البيت بتسدد الكمبيالات وبعدين منوزع باقي الحصص. وافرض إني مخلفة ولد، كنت بتقدر تعمل هيك؟ والفيلم هو أول فيلم طويل للمخرج أمجد الرشيد اللي أبدع فيه الصراحة. الطابع بتاعه مميز وبيناقش قضية مهمة عن المرأة برضه زي الفيلم اللي قبله. الفيلم الثالث بقى والأخير هيكون من نصيب السودان، والله زي ما بقول لك كده، وهو فيلم وداعا جوليا. التجربة الإخراجية الطويلة برضو الأولى للمخرج محمد كردفاني، واللي واصل في الفيلم ده لنضوج فني غير طبيعي بالمرة، ورؤية فنية عظيمة ومختلفة من خلال الإخراج والسيناريو كمان اللي من تأليفه. والفيلم مش بيناقش قضية واحدة أو قضيتين، ده كوكتيل من القضايا وليرز كتيرة ومتعددة فوق بعضها، والمخرج بيتنقل ما بينهم بكل سلاسة. الفيلم تقريبا ما فيهوش أي غلطة. وعلشان ما احرقلكش الفيلم، فقصته بتتكلم باختصار عن تاريخ انفصال شمال السودان عن الجنوب، وبيعرض لك القصة من خلال بنتين أصدقاء. في الفيلم ده هتدخل جوه النفس البشرية وتتفرج عليها كمان من جوه، وتكتشف نفسك واللي حواليك من أول وجديد. وحقيقي ده الفيلم اللي مقدرش أقولك بيتكلم عن إيه، لأنه ما بيتحكيش. باختصار هتلاقيه بيكلمك عن العلاقات الزوجية المعقدة، عن الكذب، عن الصداقة، عن الطبقية وإيه اللي بتعمله في الشعوب، عن الانتقام وعن التسامح والتفرق. ما أنا بقولك نضوج فني غير طبيعي. انت كل اللي عليك تشوفه وتحسه كمان. وبكده تكون القايمة انتهت. وايوه زي ما انت فكرت كده دلوقتي، هو مفيش فيلم مصري؟ للأسف مفيش فيلم مصري. اي نعم مصر كان لها دور برضو، ولكنه ضئيل جدا، بس عملت افلام لذيذة زي فوي 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 ووش في وش ومقسوم وبيت الروبي وشماريخ وخمس جولات ويوم 13 والبعبع والبطة الصفراء. بس برضو الافلام كلها متقولبة وفيها حاجة مش طبيعية وعجز كبير جدا في الطرح. مفيش اي قضايا بجد بتناقشها ولا اسلوب اخراجي مميز زي الافلام اللي كلمتك عنها طول الفيديو. ايوه في تجارب كويسه، بس لسه في حاله بلاده فنيه غير طبيعيه، والقايمه دي كانت كلها تجارب جديده واعمال اولى لصناعها، الا انها حازت على جوائز كتير جدا وكانت تستاهل اكتر الصراحه.
لكن احنا ما عندناش اي جديد ونفس الوشوش في كل حاجة. السنة اللي فاتت والسنة دي ما عندناش الفيلم اللي نقدر نقول عليه يستاهل ينافس في الأوسكار، واحنا على الحال ده بقالنا مدة طويلة قوي. وبس كفاية قوي كده علشان ما عيطش. سلام.